السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الخبر في جيبك. اليوم أتيناكم بخبر يقين من داخل المملكة العربية السعودية متعلق بالصين. الصين كشفت عن غواصة صغيرة ولكن بمميزات عالية، مميزات تقنية وعسكرية عالية جدا. الصين كشفت في الرياض عن غواصة صغيرة مخصصة للعمليات الخاصة تحت الماء، في خطوة تعكس تطورا متقدما لقدراتها البحرية الخاصة وسط تصاعد الاهتمام بالبيئة البحرية في بحر الصين الجنوبي ومحيط تايوان. هي غواصة صغيرة تعمل تحت الماء، مخصصة لنقل الضفادع البشرية لتنفيذ مهام مثل الغوص القتالي، الاستطلاع، وأعمال الهدم تحت الماء. هذا الظهور يعد من أوائل العروض الخارجية لهذا النظام، ما يعكس اهتمام بكين بتطوير قدرات العمليات الخاصة البحرية. اختارت بكين أن تكشف عن هذه الغواصة المتقدمة من قلب العاصمة الرياض. عرض عسكري صيني لافت خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض، وشركة تشاينا ستيت شيب بيلدينج كوربوريشن عرضت نموذجا لمركبة جديدة تحت الماء تدعى. الصين ركزت على هذا المعرض، معرض الدفاع العالمي في المملكة العربية السعودية، لتكشف عن أقوى أسلحتها، وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة البحرية، الغواصات والسفن. فللمملكة العربية السعودية ستكون مهتمة بمثل هذه الغواصات الجديدة الصينية، أم أن المملكة العربية السعودية لديها توجهات عسكرية أخرى بعيدا عن الغواصات؟